جونيور 6 عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معادنا النهارده مع ليسون 2 في كونسبت 1.2. هنتكلم النهارده عن سيستم مهم جدا اسمه ماسكولوسكيليتال سيستم اللي موجود قدامنا في الصورة دي. هنتكلم كمان عن الماسلز سيلز وبتتكون من ايه وشكلها ايه، وهنعرف كمان ازاي الماسلز بتاعت حضرتك بتتحرك. بس لو انتوا اول مرة تشوفوني ما ننساش لايك وشير الفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس. كمان جروبات الواتس موجودة في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف لو حابين تتواصلوا معايا. يلا بينا الأول كده نحكي الحكاية بشوية صور توضيحية، نوضح مع بعض الليسون، وبعد كده نرجع لكتاب المعاصر نشرح منه، وكمان هحدد لك أسئلة الجيف ريزون والوات هابن الخاصة بالليسون في آخر الفيديو. فيلا بينا نبدأ بسم الله. وكنا اتكلمنا قبل كده عن السيل وعرفنا ان السيل هي the main building unit of your body. كمان similar cells يعني سيل مع سيل مع سيل، ولازم يكونوا similar متشابهين، مش بس في الاستراكشر، كمان فانكشن بتاعتهم بيعملوا ايه بالظبط وبيشتغلوا ازاي، لازم يكونوا similar. تمام. يبقى سيل مع سيل مع سيل similar cells هتكون لي ايه؟ اتفقنا ان هي هتكون التشو. طيب وتيشو مع تيشو مع تيشو different tissues بقى هتكون ايه؟ هتكون الاورجان. different tissue formed او different tissue joined each other. طيب وأورجن مع أورجن مع أورجن زي الأورجنز اللي موجودة في الدايجستيف سيستم مثلا، فهتكون السيستم. طب وسيستم مع سيستم مع سيستم inside your body work together بيشتغلوا مع بعض هيكون لي your all body. تمام. يبقى أول حاجة عرفناها إن السيل similar cells form a tissue, different tissue joined together form an organ, and different organs work together to form the system. وطبعا سيستم مع سيستم هيكون البادي بتاع حضرتك. طيب تعالوا بقى كده نمسك سيل معينة وستادي ات ندرسها شوية. بالرغم يا حبايبي من كل السيلز عندها the same components، يعني هنلاقي النيوكليس وهنلاقي الجولجي apparatus وهنلاقي كمان السيل ممبرين، هنلاقي السيتوبلازم الميتوكوندريا اللي موجودة في السيلز ذا سيم عن اكسبت الحاجات اللي موجودة في البلانت سيل مش موجودة في الانيمال سيل. الشطار طبعا فاهمين انا بقول ايه، وطبعا كلكم شطار يعني. موجود يا حبايبي الشرح المفصل لكتاب المعاصر على القناة في بلاي ليست خاصة بالشرح من المعاصر. فلو سمحتوا لو فاتك أي درس نرجع تاني للبلاي ليست، هسيبها لك في أول كومنت وتبدأ تراجع معانا الليسونز اللي فاتت. تمام. خلونا نتكلم النهاردة عن الماسل سيل. كنا بنقول الأول إن بالرغم من إن السيلز كلها عندها common components اللي جوه السيل متشابهة في كل السيلز. تمام. لكن ليها shapes وليها size مختلفة. There are many shapes and sizes of the cell. أشكال مختلفة من السيل وأحجام مختلفة. ليه؟ لأن السيل لازم تكون specialized. يعني إيه specialized؟ تعالوا كده بصوا معايا في الكتاب بيج 67. Although all cells have common components المكونات الأورجانيلز اللي inside the cell, but there are many shapes and sizes of the cell. عندنا أشكال مختلفة وسايز مختلف من السيلز. ليه بقى؟ give reason، وده سؤال مهم. give reason there are many shapes and size of cell. يبقى because cells لازم تكون specialized مخصصة، يعني لازم الشيب والسايز بتاع السيل يكون مهيأ ان هي تعمل specific function. يبقى specialized to perform specific function. زي مثلا الماسل سيل اللي قدامنا في الصورة دي. حضرتك يا ماسل سيل المفروض تعملي ايه؟ انا المفروض اكون flexible شوية، عندي مرونة شوية علشان اقدر اخلي البادي بتاع حضرتك موف يتحرك بسهولة. تمام. تعالوا نشوف الماسل سيل بيبقى شكلها عامل ازاي علشان allow the movement. الماسل سيل يا حبايبي بتكون لونج فايبر. بصوا كده في الصورة، يعني ايه لونج فايبر؟ يعني بتكون ألياف طويلة كده لونج فايبر. ليه؟ give reason to allow movement. بص الإجابة سهلة ازاي. to allow movement
طيب تمام. ولازم كمان تقدر ان هي ستور تخزن انرجي كتير. ليه؟ علشان يبقى في كويكلي موفمنت. انا عايزة اقوم دلوقتي، هفضل بقى استنى الانرجي واقول يا ربي هقوم امتى ويجي لي الانرجي امتى؟ لا، الماسل سيل عندها القدرة must be able to store تخزن and use energy quickly، بتستخدم الانرجي بسرعة. تمام. حد شايف في الصورة هنا ماسل سيل لوحدها؟ لا، ده ماسل تيشو. لازم الماسل سيلز يا حبايبي تكون كولكتد، متجمعة مع بعضها علشان تكون effective، علشان تكون فعالة، علشان حضرتك تقدر موف تتحرك وتشيل وتحط والحاجات دي كلها الاكتيفيتي اللي بتعملها during day. تمام. يبقى أول حاجة اتفقنا إن هي لونج فايبر. تعالوا نرجع تاني للكتاب ونشوف كاتب الكلام ده ازاي. اول حاجة اتفقنا ان الماسل سيل لازم تكون لونج فايبر. خلاص، شكلها لونج فايبر ليه؟ give reason to allow movement. طيب they must be able لازم تقدر ان هي ستور تخزن ويوز الانرجي quickly. ادي نمبر 1. نمبر 2 نذاكر كويس. وفي نمبر 3 بيقول لي they don't work alone، ما بتشتغلش لوحدها. ليه؟ لازم تكون bundled، لازم تكون collected، متجمعة مع بعضها as a form of tissue علشان تكون لي tissue. طيب هي ليه ما تقدرش تشتغل لوحدها؟ طب give reason they don't work alone، ما بتشتغلش لوحدها ليه السيل دي؟ because the size of small، السايز بتاع السيل صغير جدا very small. ولازم work تشتغل as a thousands، يعني آلاف السيلز مع بعضها علشان تكون effective، فعالة. زي ما بنقول كده، واحد لوحده مش هيقدر يعمل حاجة، لكن كذا واحد مع بعض هيكون effective، هيقدر ان هو يعمل الحاجة اللي عايزها، او هيقدر يساعد بعضه كده، نساعد بعض ونعمل ايه؟ الحاجات اللي احنا عايزينها. نفس الكلام السيل اللي هي الماسل سيل don't work alone، ما بتشتغلش لوحدها، بتشتغل مع thousands of اخواتها اللي زيها علشان be effective. اوكي يا حبايبي؟ يعني انا بشرح بكل بساطة وموجود عندك الكتاب، يا ريت تتابع معايا. تمام. يبقى دي الاستراكشر بتاعت الماسل سيل، لازم تبقى عارفها كويس جدا. خلاص احنا عرفنا بقى ان سيل مع سيل مع سيل يعني similar cells بتكون لي ايه؟ بتكون لي تيشو. طيب الماسل تيشو بيتكون من similar cells of muscle cells او similar of muscle cells. طيب وتيشو مع تيشو مع تيشو اتفقنا ان هو يكون ايه؟ هيكون organ. يبقى التيشو اللي اتكونت من الماسل سيلز اللي هي التيشو ماسل لما joined together تتوصل كده ببعضها وتتفق مع بعضها هتكون ايه؟ هتكون لي ماسل. يعني الماسل دي اورجان، الماسل دي اورجان. ليه يعني؟ اشمعنى؟ عشان بتتكون من تيشو. خلاص. يبقى bundled of tissues يعني collecting tissue، ان هما متجمعة مع بعضها are organized بتكون منظمة علشان تكون الماسل. يبقى فعلا الماسل considered as a organ. وطبعا الماسل تيشو والماسل اللي هي الأورجان ليها specific function، وظيفة معينة في البادي بتاع حضرتك. طيب ما تيجوا نتكلم شوية عن الماسلز بتوسع أكتر. بصوا سيبوكم الكتاب كده، تعالوا نبص على صورة مهمة جدا للبادي بتاع حضرتك. بص كده البادي، هو البادي بتاعنا بيتحرك ازاي؟ بيتحرك عن طريق سيستم مهم جدا اسمه ماسكلوسكيليتال سيستم. ماسكلوسكيليتال سيستم زي ما انت شايف في الصورة، ان الماسكلوسكيليتال سيستم هو عبارة عن سيستمين مع بعض. سيستم اسمه سكيليتال وسيستم اسمه ماسكولار سيستم. الماسكولار سيستم ده اللي هو بيكون الماسلز، العضلات كلها كده تبع ايه؟ تبع الماسكولار سيستم. طيب والبونز، البونز دي تبع ايه؟ تبع السكيليتال سيستم. طيب غطي لي البونز بقى بالماسلز، هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي ماسكولوسكيليتال سيستم. يبقى الماسكولوسكيليتال سيستم is formed
of two systems. اتنين، اللي هو الماسكولار سيستم اللي بيتكون من muscles من العضلات، وكمان السكيليتال سيستم اللي بيتكون من البونز. خلي بالك بقى في حاجة مهمة جدا. البونز دي علشان موف، علشان تتحرك، لازم تكون covered، متغطية متوصلة بالماسلز. تمام. يعني الماسلز اللي كفر، اللي بتغطي لي، اللي اتاجد، اللي متوصلة بالبونز، هسميها سكيليتال ماسل. خليها لآخر السيشن، وتعالوا نبص على الماسكولا سكيليتال سيستم في الكتاب بتاعنا. هنا في الكتاب بيقول لي ان from organs to system there are many organs inside your body. احنا عارفين، وعارفين طبعا ان group of organs بيكون لي ايه؟ بيكون لي السيستم. تمام. هنيجي ندرس الماسكولوسكيليتال سيستم اللي بيتكون من تو سيستمز. خلي بالك ممكن تجيلك في true false، ممكن تجيلك في complete. يبقى بيتكون من الماسكولار سيستم and skeletal system، حتى واضح في اسمه جدا، ماسكولار وسكيليتال. الماسكولار اللي هي الماسلز، السكيليتال اللي هي البونز، العظم. that work together، بيشتغلوا مع بعض عشان حضرتك كان موف، تقدر تتحرك. طيب مش اي سيستم بيتكون من جروب اوف اورجانز. ايه بقى الاورجانز اللي بتكون لي الماسكول سكيليتال سيستم؟ هما 5 اورجانز، تحفظهم زي اسمك. It consists of a group of organs، خمسة، 5. بونز، عارفين اللي هي موجودة في السكيليتال. ماسلز، تمام، عارفين جدا ان هي اللي هي موجودة في الماسكولار سيستم. يبقى بونز وماسلز. ايه كمان؟ مش البونز والماسلز دي اتفقنا ان لازم البونز تكون متربطة مع بعضها؟ يعني البادي بتاعك كده فيه بونز كل واحدة سايبة لوحدها، ولا كلها متربطة مع بعضها؟ اكيد connected to each other. يعني البونز دي محتاجة حاجة تربطها في بعضها. طيب فين الأربطة الليجيمنتس اللي هتبدأ ان هي connect البونز with each other؟ خلي بالك هنشوف كل ده دلوقتي 3D، فركز معايا. يبقى الليجمنتس دي هي الأربطة، هي اللي هتربط ايه؟ connect bones with each other. تمام. طيب كمان حاجة، مش احنا اتفقنا ان البونز عشان موف تتحرك لازم تكون متوصلة او attached بالماسلز، عشان الماسل دي هي اللي هتحركها. هنشوف ازاي دلوقتي. طيب ايه اللي هيوصل البون بالماسلز؟ ايه اللي هيجمعهم كده على بعض؟ تفتكر ايه؟ اهي، اللي هي التندنس. تندنس دي اللي هي الأوتار اللي بتبدأ connect the bone with muscles، connect البون مع الماسل. يبقى الليجمنتس هتعمل ايه؟ هتربط البونز مع بعضها. طب والتندنس هتربط البونز مع الماسلز. طب وايه الكارتيليج دي؟ الكارتيليج دي مهمة جدا، هي اللي بتوين البونز وبعضها، حاجة كده بين البونز وبعضها علشان ما يحصلش فريكشن، احتكاك، ويبدأ تآكل في البونز. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده كله تاني كده بصورة توضيحية أكتر. مثلا لو بصينا على الماسكولا سكيليتال سيستم اللي موجود في رجل حضرتك مثلا، اول حاجه قلنا ان هو بيتكون من ايه؟ من 5 اورجانز، اللي هي الماسلز والبونز. ونبدا بقى ان احنا نربط الماسلز مع بعضها او مع البونز، ونبدا نربط البونز مع بعضها. طب ايه اللي هيربط، اللي كونكت، هيوصل لي الماسل مع البون؟ زي ما انت شايف كده اهي، التندنس. تندن. التندن ده بيعمل ايه؟ كونكت. هو مش مطلوب منك بيعمل ايه، بس عشان تبقى فاهم. التندون ده من اسمه اوتار، يعني بتبدأ ان هي كونكت، توصل البونز with the muscle. زي ما انت شايف اهي، ادي المصل وادي البون اللي بيوصلهم ببعض اللي هو التندون. طيب حلو جدا. ايه كمان عندي؟ الليجمنتس دي الأربطة من اسمها، بتربط ايه؟ بتربط البون مع البون، connect bone with bone. ادي عندي بون وادي عندي بون، اللي كونكت زم بيوصلهم ببعض هي الليجمنتس. تمام. طيب فاضل عندي الكارتيليج. الكارتيليج دي شايفين الحاجة اللي بتوين البونز وبعضها؟ اللي بين البون والبون موجود كارتيليج. ليه؟ علشان يمنع الفريكشن، الاحتكاك بين البون والتاني، علشان ما يحصلش تآكل في البون. خلاص يا حبايبي، واضحة كده؟
تمام. يبقى الماسكول سكيليتال سيستم بيتكون من 5 اورجانز، الماسلز والبونز. وافكر بقى ايه اللي هيربط الماسل مع البون؟ التندون. اوكي. طب ايه اللي هيربط البون مع البون؟ الليجمنتس كونكت بون ويز بون. طيب ايه اللي موجود بين البونز وبعضها؟ كارتيليج. كارتيليج. اوكي. اوضح كده؟ يا رب يكون واضح، ويا رب منساش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل زمايلنا. طيب، متفقين ان كل organ عنده specific rule، عنده function معين allow the musculoskeletal system to do its function. يعني لو جالك سؤال هنا في الجيف ريزون ليه كل organ موجود في السكيليتال او في الماسكولوسكيليتال سيستم ليه specific rule or function، يبقى طبعا ليه to allow the musculoskeletal system to do its function. وطبعا علشان حضرتك كان سيرفايف وتقدر ان انت do الاكتيفيتي بتاعتك during day، انت محتاج ان كل السيستمز work together. زي ما اخدنا في الفيديو اللي فات ووضحت لحضرتك الانتراكشن between systems. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي ونشوف الموفمنت بتحصل ازاي. moving muscles، احنا عرفنا ان الموفمنت الحركة بتتم نتيجة الماسكولوسكيليتال سيستم اللي موجود فيه ايه؟ اللي موجود فيه الفايف اورجانز دي. طب ما تيجي نشوف كده ازاي بيحصل موفمنت. انت ازاي ماسك، ازاي بتحرك دراعك؟ ازاي ممكن انت تحرك دراعك؟ تمام. يعني احنا دلوقتي هنشوف ازاي السيستمز ورك توجذر بتشتغل مع بعضها. ناخد اكزامبل كده على السكيليتال ماسل او السكيليتال سيستم والماسكولار سيستم اللي هو الماسكولو سكيليتال سيستم. بصوا يا حبايبي، احنا الارم بتاعنا متقسم اتنين زي ما انت شايف كده في الصورة، وطبعا عارف ان دراعك كده فيه ايه؟ تو بارتس. في بارت اسمه فور ارم، فور ارم، فور ارم. وفي البارت اللي فوق كده اسمه upper arm، من اسمه كده up يعني فوق، يبقى ال upper arm. يبقى انا عندي فور arm و upper arm و فور arm و upper arm. تمام. تعالوا نركز على ال upper arm اللي موجود فيه two muscles. ماسل اسمه فرونت ماسل، فرونت ماسل، فرونت ماسل. واللي ورا هنا اسمها باك ماسل. تعالوا نشوفها في الفيديو ونوضح اكتر. ادي حبايبي الارم بتاع حضرتك. الجزئية دي هسميها فور ارم، واللي اللي فوق هسميه upper arm. زي ما انت شايف طبعا لازم الماسلز تكون attached، متوصلة على البون كده علشان البون كان موف. علشان يتحرك البون لازم الماسل هي اللي بتشتغل. لازم contract و relax. فاكر كلمة contraction and relaxation؟ contract يعني بتنقبض، يعني بتنكمش، يعني بتكش. relax يعني تتفرد وتريح على الآخر. طيب، انا دلوقتي قلت لك انا عندي فور ارم وعندي upper arm. هنبص على الابر ارم، في عضلة قدام اسمها ايه؟ اسمها فرونت ماسل. فرونت اهي، فرونت ماسل. تمام. واللي ورا من اسمها كده اسمها باك، ورا باك ماسل. طيب تفتكروا لما حضرتك كده تحب ان انت move your hand toward your shoulder، يعني ايه؟ عايز تتني ايديك، ايه اللي هيحصل؟ محتاجين يحصل حاجتين: contraction و relaxation. في ماسل هيحصل لها contraction يعني هتنقبض، وفي ماسل تانية هيحصل لها relaxation. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. ادي احنا move، بنحرك ايدينا اهي. ثواني. حضرتك بتبدأ ان انت move your hand، يعني بتبدأ ان انت كده تاخد ايدك ناحية الشولدر بتاعك. فايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف عندي ماسل اهي بيحصل لها contraction. انا رفعت ايدي اهو contraction، نزلت ايدي relaxation. خلينا في الكونتراكشن الاول. بصوا تاني، ركزوا معايا على الماسل دي. لما انت دلوقتي move up your forearm toward your shoulder، انت بترفع دراعك كده ناحية الشولدر بتاعك، لاحظت ايه؟ لاحظنا ان الفرونت ماسل اللي موجودة في الأبر أرم حصل لها contraction، انقبضت، كشت على بعضها. contraction يعني the front muscle of upper arm contracted during moving your hand up towards your shoulder. تمام. طيب لما بقى تبدأ ان انت تفرد دراعك، move your forearm down away from your shoulder. نشوف ايه اللي هيحصل.
ركزوا كويس جدا، بصوا كده. هتبدأ الفرونت ماسل ريلاكس، ريحت على الآخر، اتفردت. والباك ماسل اللي هي دي بدأت ان هي كونتراكت، تنقبض. بصوا تاني اهي. ركز، واحنا بنفرد هيحصل relaxation contraction. ايه ده؟ يعني لازم عشان يحصل movement الماسل تبدأ contract or relax. اه طبعا. your arm moves due to contraction. يعني ايه contraction؟ يعني shorten in legs، يعني تبدأ ان هي تنكمش اهي. تاني، بصوا كده تاني اهي. contract وريلاكسيشن، حصل ريلاكسيشن فين؟ في الباك. كونتراكت في الفرونت ماسل، والباك ماسل حصل لها ريلاكسيشن. طيب افرد دراعك كده، يا ريت تعملوا كده الموفمنت، الحركات دي معايا اهي. نبدأ ان احنا بقى نفرد دراعنا. حصل ايه؟ العكس، الفرونت ماسل ريلاكسز والباك ماسل كونتراكت. معنى كده السكيليتال ماسلز اللي متوصلة بالبونز زي الماسلز اللي موجودة في الصورة قدامك دي، لازم يحصل لها كلها contraction and relaxation to allow the bones to move. طب لو ما حصلش contraction و relaxation هنا، تفتكر البون دي هتتحرك؟ لا، كانت move. تمام. يبقى عشان البون دي تتحرك موف لازم يحصل contraction and relaxation في السكيليتال ماسلز دي. اسمها سكيليتال ماسل ليه؟ لان هي متوصله بالبونز، ماسل ومتوصله بالبونز. تمام. وطبعا الماسلز دي موجوده برضو فين؟ موجوده في الفينجرز، موجوده في الليجز بتاعت حضرتك، في الارمز and other parts of your body. وخلي بالك الماسل اللي بيحصل لها contraction دي exert force، بتبذل قوة، انت بتعمل مجهود علشان الايه؟ عشان الماسل دي يحصل لها contraction. ركزوا بقى معايا في الجزئية دي. بصوا يا حبايبي، هو لما حصل هنا contraction للماسل اللي موجودة اللي هي الفرونت ماسل دي، لما حصل contraction هنا، تفتكر الارم بتاعك موف اتحرك في one direction ولا 2 ولا 3 ولا كام دايركشن بالظبط؟ ركزوا تاني، هشغل لك الفيديو. بصوا كده، حصل contraction وحصل هنا relaxation، بعد كده حصل تاني contraction. لما حصل contraction البونز بتاعت الارم moves in one direction، بتتحرك في اتجاه واحد بس. تعالوا نشوف الكلام ده في الكتاب بتاعنا بيج 69. بيقول لحضرتك هنا ان فعلا علشان يحصل movement لازم يحصل contraction يعني shorten in the length or and relaxation يعني increase in the length للماسلز اللي connected، متوصلة على البون، اللي احنا سميناها ايه؟ سميناها skeletal muscles. تمام. في الصورة اللي قدامك مديك الفور ارم ومديك الابر ارم. الابر ارم فيه front muscle وفيه back muscle. when you move up your forearm toward your shoulder هيحصل ايه؟ هيحصل contraction. ركز وذاكر وافهم لو سمحت، ما تحفظ. ركز، فكر كده، انت رفعت دراعك فهيحصل ايه؟ هيحصل contraction في الفرونت ماسل، هيحصل relaxation في الباك ماسل. والجزئية دي العكس، انا مش هقولها لك عشان ما تتلخبطش. لما تفرد دراعك فكر، هيحصل العكس، الفرونت ماسل ريلاكس والباك ماسل كونتراكت. تمام. طيب قلنا ايه كمان؟ اتفقنا ان الماسلز اللي اتاجد متوصلة على البونز في السكيليتال سيستم اسمها سكيليتال ماسلز. سكيليتال ماسلز زي اللي موجودة فين؟ زي موجودة في الفينجر، الليجز، الارم and other parts of your body. بيحصل لها contraction و relaxation give reason to allow the bone move، علشان تخلي البون يقدر يتحرك. وطبعا الماسل exert بتبذل مجهود، بتبذل فورس قوة when it contracts.
ولما بيحصل contraction في الماسل فالبون ده بيتحرك في one direction. الليسون سهل جدا جدا، يا ريت ما ننساش لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على أسئلة الليسون من كتاب الاسسمنت بوك. يا ريت يا ريت لما بنذاكر نقفل الليسون بالأسئلة بتاعت الجيف ريزون وات هابن، نحفظها كويس جدا، نكتبها 3 مرات علشان تثبت في دماغنا. احنا بنقرا السؤال وبنكتب الإجابة 3 times. طبعا أخدنا النهاردة السكيليتال ماسلز وعرفنا الامبورتنس بتاعتها أو اليوزز، إن هي they are muscles that attached متوصلة على البونز to the bones of skeletal system. ليه؟ to allow these bones to move. مهم جدا إن احنا نعرف الامبورتنس، أهميتها. ممكن يجي يقولك what's meant by، ممكن يجي يقولك what is the importance أو اليوزز أو الرول أو الفانكشن of skeletal muscle، تبقى عارف كويس جدا إجابتها. ولو انت فاهمها وفاهم ان هي متوصلة attached to the bone، هتعرف ان هي اللي allow the spoons to move. خدنا ايه كمان النهاردة في اسئلة الجيف ريزون؟ عرفنا ان الماسل cells are in the form of long fibers give reason to allow the movement، عشان تخليك تقدر تتحرك. عرفنا كمان ان الماسل cells don't work alone. ليه ما بتشتغلش لوحدها؟ علشان السايز بتاعها very small. يبقى because the size of the muscle cell is very small، محتاجة تكون thousand آلاف من الماسل cells عشان تبقى effective فاعلة. Number 6 skeletal system cannot do the function of movement without muscular system. قلت لك لو ما فيش muscles البون مش هتقدر تتحرك. ليه؟ علشان البون دي هي اللي move، هي اللي بتحصل لها contraction و relaxation عشان البون يتحرك. تمام؟ يبقى الماسلز بيحصل لها contraction و relaxation علشان البون ايه؟ يتحرك. طب من غير الماسلز البون مش هيقدر يشتغل، البون مش هيتحرك. السكيليتال سيستم cannot do its function. Give reason because the skeletal muscles that are attached to the bones of the skeletal system allow these bones to move. وادي اسئله الجيف ريزون الخاصه بالليسون. يلا بينا على اسئله الوات هابن. ايه اللي هيحصل to your leg if the muscles found in it are damaged؟ لو المسلز damage، ما هي المسل دي اللي هي بتحرك البون، طب لو حصل لها damage باظت، ايه اللي هيحصل؟ The leg cannot move، الليج مش هتتحرك. Number 3 to the muscles in front of the upper arm and the muscles in back of the upper arm when the forearm moves down 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 down. هو نازل لداون يعني حضرتك بتفرد دراعك. يبقى المسلز in front of upper arm ايه؟ ها imagine معايا، اكتب لي في الكومنتس على طول. افرد دراعك كده وشوف ايه اللي هيحصل للمسلز اللي موجودة في او الفرونت ماسل اللي موجودة في الابر ارم. هيحصل لها relaxation. طيب والباك هيحصل لها ايه؟ contraction. تمام يا حبايبي. طيب احنا كده خلصنا وحددنا اسئله الجيف ريزون وات هابن وكمان الامبورتنس. فلو سمحتوا ما ننساش لايك وشير للفيديو. ثانك يو برايمري 6.